كلنا بنحتار هنعمل فطار ايه. ده سؤال محير لكل الستات. كل يوم بنفكر هنعمل فطار ايه بكرة. لو تابعتيني على صفحتي وعلى القناة هتلاقي ان انا بقدم وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية، واهم حاجة اقتصادية بالميزانية اللي احنا ماشيين عليها. يعني لو احنا معانا نص مفروم هنعمل بيه عزومة حلوة قوي، لو معانا نص بانيه هنعمل بيه عزومة حلوة قوي. والدليل ده تعالوا شوفوا النهاردة انا هعمل معاكم ايه. هعمل صينية جلاش تحفة، وهنعمل مكرونة وبطريقة بقى لذيذة، وهقول لكم بقى طريقة حلوة جدا جدا للمكرونة. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا كنتوا بتعملوها ولا لا، لان بأمانة انا اول مرة اعملها. فتعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ولو اول مرة تشوفي قناتي لفي فيها لفة كده هتلاقي وصفات كتير جدا، وهتلاقي ميزانية كل أسبوع بنجيب حاجتنا بالأسبوع، وميزانية للشهر لو عايزة 3000 جنيه شاملة كل شيء. لفي في القناة وهتشوفي الفيديوهات وأسعار واقعية وكل حاجة. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. وان شاء الله انا هنزل لكم افكار للعزايم زي ما انتوا طلبتوا مني، عشان في ناس كاتبالي في التعليقات كتير عايزين افكار لعزومه. فخلاص الاسبوع الاولاني عدى وان شاء الله هنعمل افكار كتير للعزايم. سموا الله وصلوا على رسول الله وتعالوا نبدا. اول حاجه انا جايبه كيس من الجلاش. وعايزه اقول لكم انتوا سالتوني برضو قبل كده على السمبوسه وعلى الجلاش بجيبهم منين. انا بجيبهم يا بنات من عند حلواني اسمه احمد بيومي الكنفاني. ده بيبقى في المنيل هنا في القاهره، عشان الناس اللي من المحافظات وما تعرفوش. وليه فروع كتيره في الهرم وفي فيصل وكده. فانا بجيبهم من المنيل، تقدري تعملي بحث عليه لو في فرع قريب من منطقتك تجيبي من عنده. بصراحه الحاجه بتاعته طازه جدا فريش. كمان الميزان بتاعها، يعني انا لما كنت بجيب الكيس بتاع الجلاش السايب الجاهز التاني كنت بلاقيه حوالي 350 جرام، فما كانش الصاج بتاعي ده 30 في 40. 30 في 40 ده بيحتاج من الكيس التاني كيس ونص، لكن من الكيس ده هو بياخد كيس واحد بس من النوعية دي. انا هدهن الصاج بتاعي اي ماده دهنيه، وانا حاطه سمنه مع زيت. زيت طبعا يكون نوعيه نظيفه. وبعد كده بقى قطعت الجلاش شرايح زي ما انتم شفتوا كده، رولات كده. وببدا افكه من بعضه، يعني تبداي بقى تاخديه بايدك كده وتفككيه من بعضه عشان ما يبقاش مكتوم. ودي افضل طريقه للجلاش، اولا سهله جدا، حلوه في التقديم، بتبقى طريه كده وبحس انها زي البيتزا بالظبط. يعني انا ولادي بيحبوها. تقدري تعمليها في عشاء بقى بعد رمضان والكلام ده كله، في العيد، يعني حاجه سهله مش هتاخد منك وقت. حطيت نص الكميه بتاعت الكيس تحت كده في الصينيه. وبعد كده انا هحشيها المره دي معاكم جبن. ودي خلطه الجبن اللي كنا عاملينها ازاي، كنا حاشين بيها السمبوسه دي يا بنات. نص كوبايه من الدقيق بقلبهم بحمرهم في 3 معالق او 4 معالق سمنه. وبعد كده ببدا انزل بنص كوبايه من اللبن، واحده واحده بياخد معايا من نص كوبايه لكوبايه. المهم ان الخليط بتاعك يكون تقيل جدا. وبعد كده بقى بجيب الجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي احطهم يسيحوا في الخلطه اللي انا عملتها. ودي بحشي بيها بقى الجلاش والسمبوسه وكل حاجه. عايزه اقول لكم ان هي وهم، انا لما حطيتها يا جماعه كمان في الفريزر وجيت طلعتها تاني حسيت انها كانها جبنه موتزاريلا ماسكه في نفسها. وابتديت ان انا افكها من بعضها وتتفك زي الموتزاريلا جدا. فانا بصراحه مش عارفه هما كانوا بيخدعونا ولا ايه. طب حطيتي ايه يا نهى؟ حطيت معلقتين بس من الشاورما اللي انا عاملاها بخصوص الفراخ النص كيلو اللي احنا كنا عاملينه وشايلينه قبل رمضان. فانا خدت بس منه معلقتين كده حطيتهم، وحطيت بقيه الجلاش على الوش. وهنا كوبايه من اللبن، كمان هحط معاها معلقه من البيكنج باودر. حطيت معاها بيضايه، سنه من الفلفل والملح سنه من الفلفل الاسمر والملح. وكمان معلقتين يعتبر من السمنه اللي كنت بدهن بيهم الجلاش. زي ما انتم شايفين كده الماده الدهنيه هتدخل له عن طريق ايه؟ هتدخل له عن طريق الخلط اللي احنا عاملينها. قدامك حلين في التسويه بتاعته، يا اما تحطيه في البوتاجاز الاول يتشمع زي ما بنقول كده حوالي 10 دقايق وبعد كده تسقيه، لا اما تسقيه من البدايه. وانا بصراحه سقيته من البدايه عشان خاطر يبقى طري. طيب ادي الخلطه اللي احنا عاملينها، عشان كده انا ما صورتهاش، انا سلقت كيس مكرونه عادي جدا. وبعد كده حطيت عليها الفراخ اللي احنا محمرينها مع بصله مع فلفل الوان مع توابل البهارات الفراخ، شويه ملح وشويه فلفل اسمر. وعملنا شاورما وقسمناها في اكياس قبل الشهر الكريم. خدت منهم كيس اهو، يمكن يكون اقل كمان من النص كيلو عشان خدت حبه للجلاش. وبعد كده حطيت عليه رشه من الفلفل الاسمر ومعلقتين من الكاتشب ورشه من الزعتر. دولت بيدوله يعني عايزه اقول لك ان المكرونه والخلطه دي تتاكل لوحدها كده حاف. لاول مره اشهد ان انا عملت الخليط بتاع البشاميل على البارد. كنت بخاف وعارفه ان ناس كتير جدا بتخاف ومش عايزين نلعب في اساسيات. فانا كنت اليوم دوت خلاص المغرب قرب يأذن، وكنت اللي هو ايه بلم ما يمكن لمه يعني.
فانا جبت كيلو من اللبن، حطيت عليه 2 معلقه دقيق كبار، حطيت عليه مكعب من المرق، رشه من الملح والفلفل الاسمر بس، وقلبتهم كلهم على البارد ورفعتهم على النار زي ما انتم شايفين كده، كله في السريع. انا بحب البشاميل يكون يعني خفيف زي ما انتم شايفين كده، ولو انا سبته يبرد شويه هيبقى متماسك وهيبقى كريمي وحلو جدا. عايزه تزودي انت وبتحبي البشاميل اللي يبقى تقيل، بس انا يعني الفكره دي مش بحبها، حطي 3 معالق دقيق، لكن هو على الكيلو معلقتين حلو قوي قوي قوي. جربوا بس الطريقه دي. عايزه اقول لكم ان انا ندمانه ان انا ما جربتهاش من زمان بصراحه، يعني كل مره اخاف اقول لا هي المكرونه البشاميل او البشاميل لازم نحمر الدقيق، وطلع غلط يا جماعه، لقيته اخف جدا، طعمها حلو قوي، عامله زي ما تكون اللي هي عايزه اقول لكم اسمها ايه، كريمه اللباني كده، حاجه كده خفيفه وسهله ومش فيها سمنه او دهون كتير. عايزه تحطي بقى بعد كده معلقتين سمنه او معلقه سمنه بعد ما تعملي البشاميل، مفيش مشكله خالص، حاجه ترجع لك. انا هنا ايه، حطيت البشاميل على المكرونه، وطبعا احنا مقلبين المكرونه في الفراخ وحطينا البشاميل، وادي الجلاش اهو بديله كده كام قطعه فلفل الوان وفلفل اخضر، اولا بيدوكي ريحه حلوه وطعم حلو وكمان شكل حلو. المكرونه بقى في اولادي بيحبوها سبايسي، فانا بعمل ايه، بقطع على وشها كده. عايزه اقول لكم جربوا كده تعملوا مكرونه بشاميل وتحطوا شرايح من الفلفل على وشها، هتلاقوها ريحتها وطعمها مميزين جدا جدا. انا كنت بحط الفلفل دوت في الاخر خالص، يعني بعد ما تستوي كده ارش عليه، لكن كده مع البشاميل بيطعم طعم البشاميل نفسه لما بتبدا المكرونه تاخد غليان كده في الفرن. وبكده يعني او بنص كيلو الفراخ اللي احنا كنا مجهزينها. شوف عملنا ايه. الناس اللي مفوته بقى فيديوهات الميزانيه والحاجات اللي احنا بنعملها كل اول شهر، انتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون تجهيزاتنا للشهر، يعني قبضنا، وكمان هنكون عاملين حاجات للعيد ان شاء الله. ربنا يبلغنا رمضان كده على خير ونخرج منه على خير، وربنا يجعلنا من المغفورين ليهم. وبعد كده بقى ان شاء الله هنكون مجهزين حاجات حلوه كده للعيد. واستنوا بقى وصفات العيد، ما تنسوش بقى تعملوا لايك كده وتصلوا على النبي في الكومنتات كتير وتشجعوني، وقولوا لي انتوا منين بالظبط، انا عايزه اعرف الناس اللي بتتابعني منين. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تكون عاجباك ولا لا. وكمان نفسي يا بنات تكتبوا لي انتوا محتاجين ايه، يعني ايه الوصفات اللي انا اشتغل عليها، بحيث ان انا اكون بقدم محتوى انتوا حابينه او انتوا محتاجينه عايزين تعرفوه. عارفه طبعا ميزانيات التوفير والحاجات دي بتفيدكم كتير، بس احنا لما بنجيب حاجتنا بالشهر او بالاسبوع بيبقى باقي الاسبوع عندنا فاضي، يعني خلاص احنا كملنا حاجه الاسبوع ده، فبيكون عندي مفيش تصوير او حاجات مطلوبه، بنكون بننفذ الافكار اللي احنا عملناها في الفريزر. والحلو كان كنافه. وكده يومنا خلص وصيام مقبول ان شاء الله. جربوا الوصفات ديت، وكمان طريقة الكنافة منزلاها على فكرة من يومين على الصفحة او على القناة هنا هتلاقوها. سيبكم في حفظ الله ورعايته.